صباح الخير. ساعات كتير بنبقى عايزين نعمل وصفة سهلة ولذيذة وفي نفس الوقت ما تاخدش وقت كتير ولا مجهود، وكمان تكون طبق رئيسي. النهاردة بقى هنعمل كباب الحلة زي الصورة اللي انتوا شايفينها دي، جوسي وبصوا الصوص واللون خطير جدا. كمان هنعمل معاه الرز الأبيض. كباب الحلة زي ما الكتاب بيقول لازم يكون لونه حلو ومتكرمل ومعاه صوص كده وسط، ولا خفيف ولا تقيل قوي زي المهلبية. النهاردة بقى هنعمل كباب الحلة بأسهل وأبسط طريقة. تعالوا بقى نشوف المقادير. أول حاجة بصوا معايا قطع لحمة كده، على حسب بقى ايه نوع اللحمة، بس تكون ايه مفيهاش سمين، يعني تكون لحمة خالص. تاني حاجة هنقطع البصل جوليان. أنا استخدمت بصل أبيض، اقول لكم على التوابل دي بعدين. انا استخدمت هنا بصل ابيض لانه بيتكرمل وبيدي طعم حلو للصوص. آه الوصفة بتاعتي النهاردة مش هحط عليها ولا توم ولا فلفل رومي، عشان الوصفة الأصلية لكباب الحلة أصلا بتبقى بصل ولحمة والبهارات وفقط. بس كده. هنشوف بقى، هنحط بقى زيت وسمنة عشان برضو اللحمة لو هي حمرا خالص هنحط يبقى فيها برضو دهون. السمنة تبقى يعني كده نوع من أنواع الدهون. أنا حطيت الزبدة. عندك سمنة هنحط سمنة عادي. اهم سيحتهم. في ناس بينزلوا بيشوحوا اللحمة الأول، بس الوصفة بتاعتي النهاردة أنا هحط البصل الأول يدبل كده، عشان لو حطيت اللحمة الأول بتسود وممكن تتحرق وتغير لون الصوص. فأنا هعمل كده النهاردة، هحط البصل الأول يدبل حاجة بسيطة، نص البصل، النص التاني هنحطه في الآخر. وبعد كده هنزل بقى بقطع اللحمة كده زي ما انتوا شايفين، وايه وهنشوحهم بقى مع البصل شوية. نيجي بقى عشان نعمل الرز الابيض. هنا برضو انا حطيت سمنة وزيت عشان برضو الزيت يخلي الرز مفلفل كده وحلو. هنشوحهم عشان الرز يبقى مفلفل كده معاكي، والحبة بحبتها. لازم يتشوح الاول حلو قوي عشان كل حباية رز تتغلف بايه، بالمادة الدهنية اللي احنا حطيناها. هنحط بقى ورق لورا والملح وفلفل اسود. بس كده. وبعد كده بقى هنحط ايه المية المغلية، الوصفة عادية للرز و... وبس كده. هنحطه بقى وبعد كده لما يتشرب هنوطي عليه ونسيبه بقى على نار هادية. وبس كده هو الرز. عايزة بقى تعمليه بنزود بقى مستكة او حبهان، تمام، بس انا مش بحب الحاجات دي الوصفة بتاعتي بتاعت الرز النهاردة. بعد كده بقى اول ما اللحمة تخش في السوا بنحط بقى، ببتدي احط الملح. انا مش بحط الملح من الاول عشان اللحمة طبعا تستوي براحتها. انا طبعا موطية، وكل شوية كل ما اللحمة تتشرب بزود ايه ربع كوباية مية تاني، على حسب نوع اللحمة اللي انت جايباها، كبيرة او صغيرة، على حسب الوقت اللي هتاخده معاكي. بصوا هي كده اللحمة خلاص دخلت في السواء اهي زي ما انتوا شايفين. وبصوا الصوص شكله تحفة. بس بقى كل ما المية تتشرب بزود لها مية كمان على حسب نوع اللحمة زي ما قلتلك. انا عايزة اقول لكم بس البهارات اللي حطيناها في الاول عشان احنا نسينا. حطيت قرفة وفلفل اسود وورق لورا وكزبرة مطحونة. بعد كده بقى اخر خطوة خالص، لما تكون بقى اللحمة خلاص دخلت في السوا وقربنا نقفل عليها، بنحط بقى بقية كمية البصل اللي احنا كنا ايه مقطعينها في الاول. بس كده ونسيبهم بقى شوية كمان، بس ايه اخر حبة صوص كده يتكرملوا ويمسكوا كده مع بعض. وبس كده وهنقفل عليها. اهو ده شكلها النهائي. بصوا لونها مكرمل ازاي وريحتها تحفة وطعمه تحفة. جربوها وقولوا لي رأيكم في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.